مصريانو افريكانو، هما واحد مهما كانوا، يجرى لو جه مكانه، حلويانو اسمرانو، مصريانو افريكانو، لا 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 مصريكانو، كلنا نقول سوا افريكانو، للحلو والاسمرانو يا جماله، مصريانو افريكانو، لا 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 مصريكانو. جدو علي قطط تنط، وجدو علي كمان بيحب يلعب كده مع ريكس الكلب. وانا كمان بحب اللعب مع الحيوانات. ودي كانت اخر صورة لجدو علي. خلينا نتفق ان في حيوان تربيه وحيوان يربيك، وحيوان تاكله وحيوان ياكلك. معروف اننا تماسيح النيل، ده لقبنا من زمان قوي. عشان كده ما حدش بيقدر على التمساح. لما قالوا لنا التماسيح نزلت النيل كله خاف وقال لك صياد التماسيح، هاتوا صياد التماسيح، وجم. كل ده والصيادين فين؟ وهاتوا الصيادين، وجم الصيادين ويطلعوا تمساحين قوارمة. اخواتنا في قبيلة المولو في كينيا ما اصطادوش التمساح بس، دول سلخوه. وأصبح من الوجبات الأساسية عندهم تمساح ميني ووسط ولارج. إنما لو عامل عزومة هات تمساح كومبو. بس لا مؤاخذة يا كينيا، لو أنتوا قلتوا التمساح إحنا اللي كناه فإحنا برضو المصريين وإحنا اللي ركبناه. ولا حمو التمساح يالا. ومن نفس الأسرة الضب، ده حيوان شبه التمساح وبيعيش في الصخور في شمال إفريقيا، لكن الناس بتخاف منه، ده بياكل برسيم. فعلا اللي ما يعرفش يقول ضب. خلاص والنبي والنبي، انا اسف انا اسف، قول اللي تقوله، انا اسف. ده ضب وحبيب قلبي، عمي وعم عيالي، بس ابعدوا عني والنبي. بس يا دياب، بس يا دياب، عضة واحدة بس، عضة واحدة والنبي عضة واحدة وحياتي عضة واحدة عضة واحدة يا عم الله يبارك لك، عضة واحدة خلاص بقى، عضة واحدة. ابوس رجلك خلاص، ابوس رجلك والنبي. وطالما بنتكلم عن الزواحف لازم نمر على التعبان. والتعبان يا عيني في ناس تقول لك ايه ده بيطلع سم من بقه، مع ان في بني ادمين كتير بتطلع سم اقوى من سم التعبان. ويا عيني التعبان حيوان لطيف طول النهار يزحف على بطنه. بذمتكم حد افتكره بكريم تسلخات؟ وحوش يا رب حوش، ودخلنا على الوحوش. الاسد. صحة وعافية يا اختي. الاسد ملك الغابة، لا طلعوا له ميدان ولا طلعوا له على المزلقان، لكن للأسف شوهوا مامته، واللي يطلع من غابته تتقل قيمته. عشان كده لما الأسد جه اتعامل مع البني آدم برمجه. وعلى فكرة في أسرة تعتبر أقوى من الأسود، إنها حقا عائلة محترفة. دول مش هانوا الأسد بس، دول هانوا عيلته كلها. أنا الأسد أهو، أنا الأسد أهو، أنا الأسد أهو، أنا الأسد أهو. بالذمة دي معاملة ملوك؟ قال يا أب اطلع انزل امشي على ايديك الاتنين. في أسد يمشي على ايديه الاتنين؟ الأسد اللي راعب الغابة في السيرك بيبقى من الغلابة. يا زمان ما سبتناش أبرياء، واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع. وفي حيوانات بنربيها عشان تربينا. القطة
بنتعلم منها الحنان. وفي افريقيا القطط كتير قوي، يعني في قطه تبسبس لها تجي لك، قطه تنونو لها تغني لك، لكن اوعى تمسك ديل القطه. ومن الحيوانات اللي بنتعلم منها الوفاء الكلب، وفي جدا لصاحبه. هو احنا ليه بنزعل لما بيتقال لنا يا كلب، رغم ان دي تعني ان انت عندك وفاء؟ تخيلوا ان في ناس وصفت الكلب بالغدر والخيانه. والنبي عشان خاطر يا ضياء، عشان يفتكر النور ده حاجه ويموتني. والنبي يا ضياء عشان خاطري ابوس ايديك. يا جدع ما تخافش. يا نهار اسود، ده بيبص لي ورحمه ابويا بيبص لي. يا ضياء يا ضياء يا ضياء عشان خاطري ما تعملش عليه كده يا ضياء، احسن يخاف. انت بتصور يا ضياء برضك يا ضياء؟ ماشي يا ضياء، والنبي يا ضياء ابوس ايديك. يا جدع مش هيعمل لك حاجه طول ما انت جنبي. مفيش حاجه اسمها ما يعملش حاجه، ممكن يغدر. ما تخافش. ممكن ده خاين، الكلب معروف بطبعه خاين. والنبي يا ضياء، يا لهوي ده وحش يا اخوانا والله، وحش. يا لهوي يا ضياء والنبي. بذمتكم مين اللي غدر، الكلب ولا ضياء؟ العلاقه بين الانسان والحيوان زي ما هي ولا اتغيرت؟ انت ممكن تربي حيوانات في بيتك؟ اه انا بربي حيوانات في بيتي. تربي ايه الانواع اللي عندك؟ بربي عندي بيتبول. كلب او قطه. كلب ربي معيز بس. كلب او قطه؟ طبعا انا ممكن اربي كل الحيوانات في البيت. وانا الله لسه جايبه كتكوت الاسبوع اللي فات، مات الله يرحمه بقى يعني. ايه المواصفات اللي فيك من اي حيوان؟ انا كل حاجه حلوه فيا. بص ده سؤال لولبي مش عارف ارد عليه. اسمها ايه؟ زيكا. ده بوبوس. الكلب ده اسمه ايه؟ اسمه دياجو. ده بدو. يو شواوا. كام اكل في الاسبوع؟ قول 2000 جنيه. 2000 جنيه في الاسبوع؟ ده؟ بتاع 3000 جنيه 4000 جنيه. 3000 جنيه في الشهر؟ طب ما تفك زيكا وانا معاك. 3000 وشويه 2000 وشويه، وده على حسب برضه مع الاكل اللي بيدوني الدكتور، يعني في اللي هو الدراي فود. 3000 في الاسبوع؟ اه. طب تاخديني مكان يكلفوني 2000 جنيه في الاسبوع ولا 1000 ونص. وحش لازم ياكل. انا باكل 3 طقات بس. دلوقتي انت بتتكلف 300 جنيه في الاسبوع وانا بتكلف 150 جنيه، يعني انا اوفر منك. طب سؤال، انا هاكلك ولا هاكل نفسي؟ الحيوانات اللي بنربيها زي الفراخ والبط والوز، عايز تقنعني ان هم قاعدين في البيت وانت عارف لغتهم؟ يعني لما تقول للفراخ قال يعني دي لغه؟ على العكس، هم كده بياخدوك على قد عقلك عشان ياكلوا. ما تتعلموا لغه بقى، ما تفضحناش. الحيوان اللي افتقدناه عندنا في مصر الزرافه. ليه الدكتور بيدي للمريض بنج؟ تخيل معايا ليه؟ حد عارف ليه؟
ليه الدكتور بيدي المريض بينج؟ علشان الدكتور ما عندوش بلياردو، بينج بينج وبلياردو. لا انا بتكلم على الخفه واللطافه، انا بتكلم على الزرافه اللي كانت في جنينه الحيوانات وماتت، وحطوا بدل القفص بتاعها حطوا بجع وكتبوا عليه بيت الزرافه. بذمتكم في زرافه اكتر من كده؟ مع الخفه والبسمه والرقه والقرد. حتى القرود ما سلمتش من البني ادمين. لما نشوف عيل شقي يقول عليه الواد ده عيل قرد، ولو زادت شقاوته يبقى ابن قرود. داروين قال الانسان اصله قرد. يمكن في الدماغ؟ يا رب انا تعبت من البني ادمين يا رب. 6 استعد. علي يب 6 استعد. يعمل الاسطوره لو سمحت. مشية الاسطوره. ربنا يعوجك زي ما عوجتني. هو في اسطوره بيمشي كده؟ اخرها امشي مشية فرانكشتاين يا ابني. عجين الفلاحه. الله يرحم امك، الله يرحم امك يا مسك السودانه يا ام. وريهم رامز بيلعب بالنار. حريه. خليه يعمل احمد السقا. من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. دول بيضحكوا يا عم، ما بيدفعوش فلوس. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ولاد التيت، يا رب خدهم يا رب. وفي حيوانات ما سلمتش من الانسان وحشرها في السياسه، زي الجمل. الجمل دخلناه رمز للحزب اللي فات، وكان اللي يكسب مرشح الحزب يضرب الجمل بالنار. طب ما تروح تضرب المرشح، انت جاي على الجمل. الحمار، اسف، الحمار في افريقيا نوعين، ساده ومقلم. والحمار متشحطط وسطنا لان هو الوحيد اللي بنشتم بعض بيه برغم انه شاطر وذكي. اتريني حمار وما اناش عارف ان انا حمار، واكتشفت متاخر قوي. يا عز ابعت هات لي نص شليته برسيم عشان اتعشى النهارده. نو كومنت. انا بحبك يا حمار. بحبك يا حمار ولعلمك يا حمار، ده انا بزعل ولما حد يقول لك يا حمار. الخروف، وماليش دعوه بانتمائه السياسي، بس نصيحه اوعى تحط دماغك في دماغ خروف. الخصوصية والحرية. انت حر ما لم تضر، لان حريتك بتنتهي عند حرية الاخرين. يعني مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة خالص. يعني لما تبقى حضرتك قاعد انت والمدام تقبل ان حيوان يصورك بكاميرته؟ طب ليه لا مؤاخذة يا انسان بتصور الحيوان هو ومراته؟ مش عيب؟ ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم. ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم. ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. لازم علاقتنا بالحيوان تبقى كويسة جدا، نحس بيهم. أنا علاقتي بالحيوانات كويسة جدا، أنا كل أصحابي حيوانات. نصار إبراهيم حبيبي، أنت قطعت اللوكيشن. ايه ده انت بتصور؟ مش معقول. انا اسف. إبراهيم القاضي صاحبي. صاحبي حبيبي لسه كنت بقول عنك حاجات هايلة والله. هو فين ابراهيم؟ بس في لا شيل يا شيل. مصريانو افريكانو هما واحد مهما كانوا، يجرى لو جيت مكانه حلويانو اسمرانو. مصريانو افريكانو مصريانو افريكانو
افريكانو لا 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 مصري كانوا. كل واحد له جذوره، فيها ايه لو خاف عليها؟ يعني لو حاول بدوره يبقى اجمل حاجة فيها. كلنا نقول سوا افريكانو، للحلو والاسمرانو يا جماله. كلنا نقول سوا افريكانو، للحلو والاسمرانو يا جماله. مصريانو افريكانو، مصريانو افريكانو لا 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 مصري كانوا.